مين؟ افتح يا اخي سيف، انا علي. ايه اللي جابك؟ امشي امشي. افتح يا اخي سيف. بداية أنا ممتن وسعيد جدا بتشريف فضيلتك النهاردة معانا. كل عام وأنتم بخير والمشاهدون الكرام بخير ومصر بخير. الكام يوم اللي فاتوا طلع البعض قال لك البنوك وانتوا بتعملوا شهادات وبتاخدوا فلوس و18% وفايدة وغيره، الكلام اللي انتوا بتقولوا ده حرام. بتشوفوا هذه التصرفات ازاي حضرتك؟ يعني فلوسك في بنك او انت رايح في بنك وعايز يعني الأئمة الأربعة أصبحوا متفقين، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، على أن الربا قد ذهب محله. الربا قد ذهب محله. اللي ما يعرفش ومش عيب. هو كده تغيير لشرع الله؟ الإجابة لا، ده ذهاب للمحل. فهمنا اكتر يا شيخ. الذهب اللي كان مناط الربا راح، ما بقاش موجود في التبادل. خلاص مفيش ربا. مفيش خالص. مفيش ربا. ليه؟ لأن المحل ذهب. دي مصيبة سودة ومنيلة ب60 نيلة يا شيخ. انت بتتكلموا في ايه؟ فوائد البنوك حلال بكلام فضيلتك معناها كده؟ افهم من ده كده ولو في قرض وغيره؟ ايوه قول له بقى. طيب نمرة واحد ايوه افهم من ده كده، ونمرة اتنين مش اسمه قرض، اسمه تمويل. ده علوم جديدة، لأنه علم إيه؟ علم تفسير إشاري. وده اللي بيلخبط المشايخ. ايه الفرق؟ لأنك انت ايه الفرق ما حضرتك بين الكلمتين القرض والتمويل؟ والتمويل. اسمع مني الحته دي بقى. لما نروح للشيخ نقول له يا مولانا القرض اللي جر نفع حرام ولا لا؟ هيقول لك ايوه حرام، ما مكتوب في الكتاب كده. انما لما توصف له الحاجه صحيحه تمويل، وتقول له ده تمويل، هيقول لك وايه اللي حرمه يا ابني؟ يا لهوي على سنين السودا. يعني قل تمويل وليس قرضا. جينا بقى نقول كده في الجهاز كده؟ ايوه طبعا. أنا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط. عشان اخرج، ولا هو ده يعتبر تحايل ولا الكلام؟ هقول ايوه في مشكله عندك. ما تسكت. لما تروح النهارده للبنك تلاقي الموظف لسه نفسه بيستعمل كلمه قرض، لكن هي تمويل. ده حتى كمان لو رحت للمحكمه ويقول له القرض اللي انت واخده من البنك، لا هو مش قرض، ده تمويل. اهم حاجه في الفتوى التكييف. شاطر يا خد يا. انا ما يهمنيش الفلوس يا معلم، كل اللي يهمني رضاك عني يا معلم. طب روح وأنا راضي عنك يا. التجديد لا التبديد. من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث بحثا ودرسا. كمل يا بيه. ايه ده كلام يا بيه. الناس على مدار الايام اللي فاتت بيتكلموا في موضوع الربا ده، وبدا يخوفوا ناس ويشككوا، فحضرتك بتقول هذا امر مباح لا ربا. نعم. طب هم بيطلعوا يقولوا الكلام ده ليه؟ علشان يضربوا القيادة السياسية ويضربوا مصر. انت بتحب مصر يا ميدو؟ طبعا يا فندم، مصر دي امي. لو مامتك عايزتك في عملية خطيرة توافق؟ يا فندم بس انا مش دكتور. انت بين نارين، ترفع الفايدة عشان تقلل الاسعار بس يبقى في كساد. ومن هنا في حاجة هم مش واخدين بالهم منها اسمها التضخم، الانفليشن. لا انت لما تقول مصطلحات هتبهرني يعني. تختار الكساد ولا التضخم ده معناه القيمة الشرائية بتقل. طب ما يبقى ظلم باين ان البنك ما يدينيش فايدة، ده ظلم، ده افتراء. اقول لك حاجه صعبه، هو احنا كده بنعرف ربنا؟ هو كده حلال؟ قال لك الحل التاني ان نسيب التضخم شغال لغايه اخر 23. فضيلتك تتذكر 5/8/2016 يوم الجمعة، تتذكر ده أصعب يوم مر على حضرتك في حياتك؟ وأنا هؤلاء الأولاد اللي حاولوا اغتيالي يعني كانوا على بعد 4 متر، وحدثني بعض من حقق معهم فيقول لي أثناء التحقيق، أقول للولد ده على 4 متر، ما عرفتش تأخذها، قال اختفى. عالي زي الجبل، ناشف زي الصدف، يلدغ زي العقرب ويختفي زي الدخان. اختفى 4 متر، في 4 متر وهو اختفى، كان قدامي واختفى، وبعدين ابتدى اختفى. شيخ علي جمعة مش موجود، اختفى من قدامنا. اختفى من قدامنا. انا كنت بادئ الموضوع سيريس، واخد بالك جد، واخد بال سيادتك ازاي؟ فقال له الله
طب اختفى دي على ده، ما يمكن بقى والي زي ما قال بيقولوا كده. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي، ده انا بيه ابن بيه. انا لما لقيت اطلاق النار تفاديته وزحفت على الارض. زحفت قد ايه؟ مترين. طب بالله يعني اللي بعده. دي كانت اول محاوله اغتيال ولا كان في محاولات غيرها؟ كان في محاولة. أنا كان ليا يعني بيت صغير كده في الفيوم ففجروه. نعم. وبعدين كانت في عصاية وقفت واقفة كده ما سقطتش. انا رمضان جانا يا عم. كلهم كده. وعلى رأسهم حسن البنا كان كده. حسن البنا هو بنفسه ذات نفسه كده. بص نفس ذات نفس. سأل فلقى إنه لابد من القوة العسكرية علشان تعرف تستولى على دولة. نعم. فابتدى يتفق مع هتلر لبناء مين اللي اتفق نظام مع هتلر؟ حسن البنا. حسن البنا مع هتلر. احب اعرفكم انا بنفسي، انا أدولف هتلر. فوداله 700 عن طريق امين الحسيني ودربهم هناك في المانيا. دربهم. انتوا يا شاربين خمره ولا ايه؟ لغايه ما اشاع حسن البنا نفسه انه هتلر اسلم. يعني في حسن البنا اشاع بان هتلر الحاج هتلر محمد هتلر تضحكوش ليه؟ النهارده كان عندنا جزء تاني ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله تعالى. شوف انا اقول لك حاجه، فضل. انا بحب الاستغلال في الخير فاستغلني كما شئت. على دماغي الخير وانا متشرف. بالله ما شاء الله والله اكبر، دي ناس شرطه، ناس محترمين. 5 بالحب.